تخيل تبقى عايش حياة هادية وفجأة ترجع بيتك تلاقي عيلتك كلها مقتولة ودمهم سايح قدام عينك وانت مش قادر تعمل اي حاجة. حتى اختك اللي كانت املك الوحيد في الدنيا اتحولت لشيطانة، والاسوأ من كده ملك الشياطين نفسه عايز ياخدها. ويلا بقى من غير ما نطول عليكم تعالوا نغوص سوا في اعماق الحكاية. ده هو كاميدو تانجيرو، شاب بسيط كان عايش مع عيلته في منطقة جبلية بعيدة عن الناس. كل يوم بينزل يبيع الفحم لأنه مصدر رزقهم الوحيد. تانجيرو معروف وسط أهل القرية، الكل بيحبه وبيحترمه، وده لأنه دايما بيحب يساعد الناس بقلب طيب وابتسامة ما بتفارقش وشه. في يوم عادي زي أي يوم تانجيرو نزل يبيع الفحم، ولكن الوقت اتأخر عليه وهو راجع. قابل راجل كبير في السكة، قال له ما ينفعش تمشي دلوقتي لأن ده وقت نشاط الشياطين. وفعلا تانجيرو بات عنده لحد الصبح. وهنا كانت الكارثة مستنياه. بيرجع على البيت، ولكن هو في الطريق شم ريحة دم غريبة، جري بسرعة ودخل البيت. شاف اخته نيزوكو واخوه الصغير مرميين على الارض غرقانين في دمهم، والصدمه الاكبر كانت جوه البيت لما لقى كل اهله مقتولين ودمهم سايح في كل حته، مفيش حد منهم على قيد الحياه. تانجيرو بيقع على الارض مقهور ومكسور بكل معنى الكلمه، قلبه بيتقطع ودموعه مش بتقف، حاسس ان السبب في اللي حصل لانه بات عند الراجل واتاخر، فحاسس بالذنب كله على كتافه. ولكن فجأة بيشوف نيزوكو لسه عايشة، بيشيلها على ظهره وبيجري بأقصى سرعته، عايز يوصلها لأي دكتور في المدينة يمكن يكون فيه أمل. بس المفاجأة اللي قسمت ظهره، نيزوكو نفسها بتهاجمه، بتحاول تعضه وبتوقعه من فوق الجبل. تانجيرو مش مستوعب، كل شوية بياخد صدمة أقوى من اللي قبلها. أخته الوحيدة نيزوكو اتحولت لشيطانة، والمصيبة الأكبر إنه المفروض يقتلها دلوقتي. ولكن نيزوكو ما ضيعتش وقت، قامت من على الارض بسرعه وهجمت على تانجيرو تاني بكل عنف. وتانجيرو حاول يصد ضربتها بخشبه، بس جسمها بدا يكبر وقوتها بقت مرعبه. تانجيرو خلاص مش قادر يقاوم، بيفضل ينادي عليها ويكلمها بقلبه وهو بيتعذب، بيحاول يفوق فيها الاخت اللي جواها. وفجاه المعجزه بتحصل، نيزوكو بتقف ودموعها بتنزل. رغم انها شيطانه بس مشاعرها لسه جواها، لسه اخت تانجيرو، ومهما حصل عمرها ما هتتغير. نيزوكو بتحاول تقاوم وبتحارب نفسها، بس بيظهر شخص فجأة، محارب قوي شكله قاتل شياطين متمرس، بيهجم على نيزوكو بسرعة البرق. تانجيرو بيشيلها من قدامه والضربة كانت هتيجي فيه بس بيتفاداها، وخصلة من شعره بتتقطع. المحارب بيزعق فيه، انت ليه بتحمي شيطانة؟ تانجيرو بيرد عليه، دي اختي مش اي شيطانة. ولكن قبل ما يكمل المحارب في لحظة بياخد نيزوكو ويحط السيف على رقبتها. تانجيرو بيتوسل ليه، انا معرفش ايه اللي حصل لها، بس نيزوكو عمرها ما تأذي بني ادم، عمرها ما هتاكل بشر ابدا. المحارب بيصرخ، دي كانت هتاكلك من شويه. كل محاولات تانجيرو في الكلام ما فرقتش، المحارب خلاص ناوي يقتلها. المحارب بيقف قدام نيزوكو سيفه مرفوع جاهز يضرب الضربه الاخيره. تانجيرو واقف مذهول، كل لحظات حياته بتعدي قدامه، ضحكة امه، لعبه مع اخواته، دفء البيت، والكارثه اللي مسحت ده كله في لحظه واحده. وهو شايف المحارب بيطعن نيزوكو، الإحساس بالقهر بيغلي جواه. أخته الوحيدة، أمله الأخير في الدنيا، بتموت قدام عينه وهو عاجز ضعيف مش قادر يعمل أي حاجة. فجأة تانجيرو بيصرخ، أنا مش هخسر حد تاني من عيلتي. بيتحرك بدون تفكير، بيشيل طوبة من الأرض وبيرميها على المحارب وبيجري وسط الغابة بسرعة، وفي نفس الثانية بيرمي الفاس لكن بزاوية مدروسة علشان تتأخر شوية قبل ما توصل، وفي نفس الوقت بيهجم من زاوية تانية كأنه مسك الفاس علشان يخدع المحارب. المحارب بيقع في الخطة وبيركز على تانجيرو بيضربه، لكن فجأة بيلاحظ الفاس طاير عليه، وكانت لحظة موته محققة. بس في الآخر لحظة بيعيش وما بيحصلوش أي حاجة وبيقدر يتفادى الفاس بسهولة. المحارب بيتشتت للحظة ونيزوكو بتستغلها وبتهجم عليه. في الأول كان فاكر إنها رايحة تاكل تانجيرو، لكن الحقيقة إنها وقفت تحميه، مهما حصل هي برضه أخته. نيزوكو بتهاجم المحارب بسرعة جنونية وهو بيتفادى ضرباتها بصعوبة، ومع ذلك بيقدر يفقدها الوعي. ساعتها المحارب بيفتكر القصص القديمة عن الشياطين الطيبة، بس وقت الجوع ممكن ينهاروا وياكلوا أي حد. لكن نيزوكو كانت مجروحة، بتستهلك قوتها في القتال والشفاء، وجعانة جدا، ومع ذلك ما مدتش ايدها على أخوها. اللحظة دي كانت كافية تخلي المحارب يصدق إنها مختلفة. بيحط تانجيرو ونيزوكو على الأرض جنب بعض
ولما تانجيرو بيفوق بيقوله اوعى تعرض نيزوكو لضوء الشمس، وروح لراجل ساكن في جبل ساجري اسمه ساكونجي اوروكوداكي، قوله انك تبع توميوكا جيو. تانجيرو بيصحى تاني يوم وعنده هدف واضح، بيروح يشتري خشب وخوص علشان يعمل صندوق يحط فيه نيزوكو وقت الشمس ويحميها. بيخلص الصندوق، لكن لما نيزوكو بتيجي تدخل فيه بيطلع ضيق عليها، فجأة جسمها بيصغر لحد لما بتبقى قد الصرصار. ساعتها تانجيرو بيفهم ان هي عندها قدرة تخليها تقدر تكبر وتصغر وقت لما تحب. تانجيرو بياخدها وبيمشي، والليل بيبدأ لحد لما بيوصلوا المعبد منور وسط الضلمة. تانجيرو بيشم ريحة دم قوية وبيجري ناحية الريحة، وبيتصدم لما يشوف شيطان واحد بياكل 3 بشر. الشيطان بيبص لتانجيرو وبيقوله انت ايه اللي جابك هنا؟ دي ارضي. نيزوكو عينيها بتتملي دموع وهي فاكرة اللي حصل لعيلتها. الشيطان بيهجم بسرعة رهيبة وتانجيرو بيقدر يصد الضربة وبيجرحه، لكن الجرح بيتقفل في ثانية. الشيطان بيهجم تاني وكان خلاص هيقتل تانجيرو، لكن قبل ما يقتله نيزوكو بتضرب دماغه برجليها وبتطيرها بعيد في ثانية واحدة. لكن حتى من غير دماغ الشيطان ما ماتش، دراعات طويلة بتطلع من راسه وبتهاجم تانجيرو، لكن تانجيرو بيقدر يزنقه في الشجر. لكن الجسم من غير الدماغ بيضرب نيزوكو بقوة. تانجيرو بيجري ينقذها، وبدل ما هي اللي تقع من الجبل هو اللي بيقع من فوق الجبل ومعاها الشيطان. قبل ما يوصل للأرض نيزوكو بتمد ايديها وبتقدر تنقذه في الآخر. بعدها بيروح للراجل اللي جاي وقال لهم عليه. الراجل بيضربه لأنه كان متردد في قتل الشيطان، لأن أصلا المعلم كان بيراقبهم من فوق. المعلم بيقول لهم إن هما دلوقتي هيختبرهم اختبار، ولكن قبل ما يختبرهم بيخلي نيزوكو تخش جوه وبتنام. وبدون مقدمات بياخد تانجيرو فوق جبل في وسط الضلمة وأصوات الشياطين حواليهم، ويقول له ده اختبارك، لو قدرت ترجع للبيت قبل شروق الشمس كده انت نجحت. تانجيرو بيفتكر ان الموضوع سهل لانه حافظ ريحة المعلم، لكن بعد اول كام خطوة بيقع في فخاخ كتير. ساعتها بيفهم ان الجبل مليان فخاخ قاتلة وضغط الهواء تقيل جدا، وده بيخليه يتعب بسرعة ومكانش قادر يتنفس اصلا. بيتعرض لفخاخ كتيرة، شجر بيهجم عليه وصخور بتتدحرج واسلاك بتوقعه من المنحدر، لكن بهدوء بيبدأ يشم ريحة الفخاخ ويتفاداها رغم ان بعضها برضه بيصيبه. وفي اللحظة الاخيرة قبل شروق الشمس بيقدر يوصل للبيت وهو تعبان وجسمه مليان جروح. بيبص على نيزوكو وهي نايمة بامان وبيحس انه فعلا بدأ اول خطوة في طريقه. بعد لما تانجيرو بيوصل المعلم بيقوله دلوقتي لازم اشرح لك ايه هم الشياطين دول. اولا الشياطين غذائهم الرئيسي هو البشر، والشياطين بيقتلوا البشر وبياكلوهم، وعندهم قوة جسدية اسطورية تخليهم اقوى بكتير من اي انسان، ولو اي طرف من جسمهم اتقطع بيرجع يتجدد في طرفة عين. لكن مع كل القوة دي الشياطين مش بيموتوا الا في حالتين بس، لو تعرضوا لضوء الشمس او لو اتقطعت راسهم بسيوف خاصة مصنوعة من فولاذ النشرين اللي بيستخدموه قاتل الشياطين. في البداية بيجي دور منظمة قاتل الشياطين. المنظمة دي مش معترف بيها من قبل الحكومة، وعدد أعضائها أكتر من 1000 شخص، كلهم هدفهم الوحيد هو إبادة الشياطين تماما وحماية البشرية منهم. ومن أبرز المقاتلين دول توميوكا جيو اللي شفناه في بداية الأنمي. وأنا كمعلم دوري أشرح لك إيه هم الشياطين دول، إزاي بتعيش، وكمان أدرب الأشخاص العاديين علشان يبقوا صيادين شياطين. وفي معلمين كتير غيري، لكن كل واحد ليه أسلوبه الخاص. أنا بدربك دلوقتي علشان أحدد أنت أصلا تستحق تدخل اختبار القبول ولا لا. المعلم بيبدأ يدرب تانجيرو بجدية كبيرة وبيخليه يدخل اختبار أصعب بكتير من اللي قبله، وكمان بيجبره يلوح بالسيف 1000 مرة في اليوم الواحد. بيعلمه ازاي يهاجم ويحارب ويطور حاسة الشم عنده علشان يقدر يتوقع الهجمات السريعة ويصدها. كمان بيعرف وضعيات تنفس جديدة وأقوى. المعلم كان بيقاتل تانجيرو بنفسه مرات كتير، لكن تانجيرو كان دايما بيخسر قدامه لأنه في مستوى أعلى منه بكتير. وبعد 6 شهور كاملة من التدريب الشاق بيجي وقت الاختبار الأخير قبل اختبار القبول الأساسي. الاختبار ده هو إنه يشق صخرة ضخمة اللي أكبر منه ب10 مرات نصين. تانجيرو بيحاول أول مرة يشق الصخرة بس مش بيقدر. ساعتها تانجيرو بيحس إن هو ضعيف ومش هيقدر يشق الصخرة، لكن ما بييأس، بيروح يتدرب تدريب قاسي جدا، بيعمل 100 عدة ضغط وبيتمرن بالسيف مئات المرات وبيقاتل أكتر من مرة، وكمان بيجرب أساليب كتيرة ومختلفة من التدريب، وبيقوي عضلاته وبيركز على تنفسه ويحسن سرعته، وبيعيد نفس الحركات لآلاف المرات. ورغم ده كله لما بيرجع يحاول يشق الصخرة برضه مش بيقدر. يعني واضح انه اتدرب بشكل مكثف جدا وانواع كتيرة جدا، ومع ذلك المهمة كانت اصعب بكتير من اللي متخيلها. وفي يوم بالليل تانجيرو بيروح لوحده عند الصخرة وبيفضل يحاول يشقها بالسيف لساعات طويلة، وبيضرب ويجرب مرة ورا التانية. الليل بيجري لحد ما بيجي وقت الشروق، جسمه خلاص مش قادر، تعبان جدا ووشه باين عليه انه هيستسلم.
يستسلم كأنه هيسيب حلمه، بس فجأة بيسمع صوت بيقوله انت غبي. تانجيرو بيتفاجئ وبيدور حواليه، بيلاقي شخص لابس قناع وواقف فوق الصخرة وبيبصله بنظرة غامضة. وبكده تنتهي حلقتنا النهارده. بس السؤال هنا، مين الشخص الغامض اللي ظهر لتانجيرو وازاي هيقدر يساعده يشق الصخر؟ وهل فعلا دي هتكون بداية المرحلة الأخيرة من تدريبه قبل اختبار القبول؟ هنشوف كل ده في الحلقة الجاية. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. سلام.